انت غادي تشوفش عندك منهم شي حاجه ولا مازال غتمشي تدبر عليها ولا. اسمع، هاد الحجاج مذكوره في واحد الميزان، ميزان دار القرآن. قال لنا قل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم، قل للناس هؤلاء يدعون أنهم يحبون الله، قل لهم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كان هادشي كله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره. فهمتي شوية من هذا الميزان ولا نعاود نوضح لك شوية؟ نوضحه لك. هذه الآية كتقول لك إلا كنتي بالصح تقول أنك كتحب الله جيب الحجة. وشنو هي الحجة؟ هي توزن راسك بهذا الميزان اللي قالت الآية. اشنا هي؟ لخصها لك في جملة: المحب مطيع لمن يحب. المحب يطيع من أحب ولا لا؟ هذا هو الخلاصة ديال هذا الميزان. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. انظر الآية شنو قالت لنا، اعطتنا واحد العلاقات كتقول لك إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، هذه العلاقة ديال من؟ ديال العائلة. إذا كانت علاقتك مع الأسرة ديالك، مع باك مع أمك، غتشوف واش تقدم الرضا ديالهم هما وخا مخالفة لرضا الله، أو لا تقدم رضا الله وترضي الله وخا هما يتقلقوا. أين واحد مثلا العائلة غادية تدعوك باش تكون معها في واحد الطريقة تغضب الله، مثلا كيشربوا الخمر، مثلا كيتناولوا التدخين، مثلا كيمزقوا أعراض الناس، كيتكلموا في الناس ويتجمعوا على الغيبة وعلى الاغتياب. ربما مثلا هما كيسخروا من الناس، يستهزئوا من الناس، ويقول لك تكون معاهم ترضى تسمع ويعجبك الحال. واش ترضى وتفضل انهم هما باش ما يتقلقوش عليك تجلس مع واحد من العائله مثلا يشرب الخمر في المائده، الا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الا جلستي في مائده عليها خمر عليك لعنه الله، بحالك بحال قعدتي مع ناس هما يتكلموا في الناس، انت ما تكلمتيش غير انت ساكت، قدهم في الاثم. اين واحد اللي دابا ترضي الله ربك، او لا تتبع الطريقه ديالهم هما اللي هي ضاله. إن كان آباؤكم وابناؤكم وأحب إليكم، شكون اللي أحب إليك الآن؟ الزوجة. كم من فتنة دخلت على الناس أو على الرجل من زوجته أو من أولاده. هذا هو الميزان باش كتعبر الحب ديالك لله. مثلا الزوجة ديالك تدعوك إلى عصيان أبويك،
قطع معهم العلاقة إلا بغيتي أنا نبقى معاك، انتقم من أمك. انت عارف أن الله أمرك بالطاعة ديال الوالدين. الزوجة تدعوك لأن توفر لها اللباس الفاخر، العطر الفواح، والأدوات ديال الطرف والبذخ، وانت الدخل ديالك محدود ما تقدرش. اش كدير؟ كتضطر باش ترتكب المحرمات، تاكل مال الناس بالباطل باش ترضيها، ولكن راك غضبتي الله تعالى. انت رضيتيها هي اللي باش تسكتها، ولكن راك غضبتي الله، لان اما مشيتي كذبتي وتسلفتي وانت ما غاديش ترد السيد، او لا كنتي موظف شديتي الرشوه، او لا سرقتي، او لا غشيتي في التجاره، او لا عملتي اي وسيله، المهم باش تجيب الفلوس باش ترضى عنك زوجاتك، ولكن نسيتي ان الله تعالى خص يكون احب اليك من رضاها. اذا هذا الميزان ديما يكون معك. واش تغلب؟ ديروا بحال الميزان جوج كفات، ها رضا الله ها رضا الزوجه. شوف اين واحد اللي فيه، اين كفه اللي بغيت تشوف انت. ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم. شكون اللي يرضي الله؟ المرأة تخرج مستورة وساترة العورة ديالها، ولا تخرج عريانة كاشفة على جسدها وعلى شعرها وعلى ساقها ودايرة العطر خارجة الشارع؟ هذا يرضي الله ولا يغضبه؟ يغضبه. وانت عجبك. اذا انت حبك لله دابا قدمت شكون اللي سبقتي؟ حب الزوجة ولا حب الله؟ فهذا الميزان هو ميزان دقيق شوية. من اللي احنا فقدناه تحولنا الى ان عشش فينا هذا الشيء اللي انت ربما انتبه معايا، انا انطلقت من سؤال انت كيعشش فينا هذاك الفكر او الحب المادي، وكنساو الحب الكبير ديال الله سبحانه وتعالى. ومن هنا من جاتنا هذه الآفات كلها. فأسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، هذا الميزان اللي يخص يكون عند كل مؤمن باش يعرف واش فعلا هو مؤمن ولا راه غير كيكذب على راسه. خصو يديروا على الاقل في هذه الاشياء اللي قالت لنا الايه، في علاقتك مع اباؤكم وابناؤكم واخوانكم ومع الزوجه والاموال والتجاره. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. تجارة لا شك أن كل تاجر كيبحث على باش يوفر المال وينمي المال، وهذا حقه وهو مشروع إذا كان حلال، هذا ما كان ذكروش عليه، ما هو شيء حرام.